كنت قاعد مع واحد صاحبي وجبنا سيرة القدوة، فاكر حلقة خالد بن الوليد؟ لكن هو ما كانش مقتنع وقال لي ان هو مش شايف حد يستحق انه ياخده قدوة في حياته. فقلت له لا، انت عندك امثال كتير ممكن تاخدهم قدوة في حياتك، وقررت ان احكي له على احسنهم. الفيديو ده صعب جدا، سواء تحضير او مراجعة او مونتاج او مراجعة مونتاج او تصوير او يعني كل حاجة، لدرجة انه مش عارف هياخد جزء او اكتر، بس غالبا هيبقى اكتر من جزء. فيا ريت تقدر ده وتنزل تعمل لايك دلوقتي وسبسكرايب وكده يعني. وخلينا نقول بسم الله ونبدأ. بص، قبل ما نبدأ السلسلة دي خلينا متفقين اني هحكيها كمسلسل، يعني مش سيرة ذاتية. انا هحكي الاحداث كأني خدتك كده، رجعنا بالزمن، بدأنا الاحداث وماشيين بس كده. يا رب تكون الفكرة وصلت، وخلونا نبدأ للمرة التانية. في مدينة عربية اسمها مكة، تشتهر بوجود الكعبة اللي حواليها 360 صنم. جوه الكعبة دي كان في أهم الأصنام دي بالنسبة للي بيعبدوها، واللي هم اللات والعزى ومنات، وأهمهم هو هبل. وكانوا أهل مكة دول شايفين إن الأصنام دي هي السبب في رزقهم وحمايتهم وكسبهم في التجارة، لأن كان في ناس كتير بتيجي من أماكن مختلفة عشان تتقرب للآلهة بتاعتها اللي موجودة حوالين الكعبة. على الجانب التاني في اليمن كان في حاكم اسمه أبرهة الأشرم، بنى كنيسة وكان عايز الناس تتوجه لها بدل الكعبة، لأنه ما كانش عاجبه إن الناس بتروح الكعبة عشان تحج وتدفع فلوس بقى وكده، يعني هو كان شايف الموضوع بيزنس برضه. سمع الموضوع ده واحد من بني كنانة وراح الكنيسة دي وتغوط وتبول فيها، أنا آسف في اللفظ يعني. وبني كنانة دول من العرب أو من مكة تحديدا. أبرهة بقى ما صدق واستغل الفرصة، قال لك أهدم الكعبة. وفي مصادر بتقول إنه كان عايز يستغل الفرصة دي كمان لفتح مكة وضم بلاد الشام على بلاد اليمن وتوسيع الدولة النصرانية. جهز أبرهة جيش قوي جدا، ومن ضمن الدواب اللي كانوا راكبينها الجنود الفيلة، اللي كانت ساعتها جديدة على العرب أصلا، وساعتها أهل مكة خافوا منها واستخبوا في الجبال. محدش قاوم أبرهة تقريبا غير كام واحد كده من اللي بيقدسوا الكعبة. لما أبرهة وصل مكة ما لقاش حد، كلهم مستخبيين في الجبال، وطبعا خدوا أي حاجة يقدروا ياخدوها. ففي راجل اسمه عبد المطلب راح عشان ياخد الإبل بتاعته. ما راح عبد المطلب لأبرهة وطلب منه الإبل بتاعته أو المواشي بتاعته. فأبرهة في الأول قال له والله أنا أول ما شفتك كنت معجب بيك، لكن دلوقتي أنا بستحقرك جدا، فيما معنى الكلام يعني. طب ليه هو بيستحقره دلوقتي؟ قال له انت جاي تكلمني في 200 بعير خدتهم منك وسايب بيت هو دينك ودين ابائك انا جاي اهدمه؟ رد ساعتها عبد المطلب وقال له اني انا رب الابل وان للبيت ربا يحميه. الفيل محمود. الفيل ده هو اللي كان مكلف انه يهدم الكعبة، والفيل ده كان ماشي من اليمن لمكة زي الفل، الا انه لما وصل بين المزدلفة ومنى برك على الارض، امتنع عن المشي اتجاه الكعبة. طب كانوا يشدوه يمين، يشدوه شمال، يشدوه عكس اتجاه الكعبة يمشي عادي، ناحية الكعبة يبرك على الأرض وما يتحركش. وهم بيحاولوا يحركوا الفيل محمود ده عشان يهدم الكعبة، اتفاجئوا بسرب طيور جاي ورا بعضه ماسك حجارة، حجرين في كل رجل أو مخلب يعني، وحجر في منقاره. وكانوا بيرموا جيش أبرهة وأبرهة طبعا نفسه بالحجارة دي، وما كانتش الحجارة دي بتصيب حد فيهم إلا لما تقطع أعضائه. وبعدها بسنين كتير تنزل سورة في القرآن توصف كل اللي حصل ده. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بعد الموقف ده ب50 يوم يصحى الناس ويلاقوا إن مفيش ولا صنم إلا وواقع على وشه. في موقف غريب جدا لكل الناس، مش في مكة بس، ولكن حصلت أحداث تانية في العالم، زي إن قصر كسرى انشق وقعت منه 14 شرفة أو بلكونة يعني، واتطفت نيران فارس اللي ما اتطفتش أكتر من 1000 سنة. حتى إبليس وأعوانه ما سلمش يومها. إبليس وأعوانه كانوا بيقدروا يتخطوا ال7 سماوات، وبعد ولادة سيدنا عيسى اتمنع من أول 3، وفي اليوم ده اتمنعوا من ال7 سماوات، وبقت السماء مليانة شهب. طب ليه؟ الشياطين اللي كانوا بيتصنطوا على السماوات كلهم بقوا بيترموا بالشهب. بعت إبليس أعوانه عشان يعرفوا إيه اللي حصل في الأرض يعمل لنا القلق ده كله. في مصادر بتقول إن هم ما عرفوش، وراح هو بنفسه يدور، وعرفوا أخيرا إن عبد الله بن عبد المطلب جاله مولود جديد. عبد المطلب وهو جد المولود ده في اليوم السابع ذبح وعزم أهل القبيلة على الأكل، حاجة زي العقيقة عندنا دلوقتي. بعد ما كلوا سألوه سميته إيه؟ قال سميته محمدا. سألوه ليه ما سميتهوش زي أسامينا؟ فقال أردت أن يحمده الله في السماوات وخلق الله في الأرض. وفي مصادر بتقول إن عبد المطلب شاف رؤية في المنام، وهي إن في سلسلة من فضة خارجة من ظهره ليها طرف في السماء وطرف في الأرض وطرف في الشرق وطرف في الغرب، وبعد كده مرة واحدة اتحولت لشجرة،
كل ورقة من الشجرة دي طالع منها نور، والناس متعلقة بالشجرة دي. سأل عن تفسير الرؤية دي واتقال له إن هيجي من صلبه مولود يتبعه أهل الشرق وأهل الغرب، ويحمده أهل الأرض وأهل السماء، فسماه محمد، والله أعلم. برضه عبد الله بن عبد المطلب، والد المولود الجديد ده، مات أصلا قبل ما يتولد ب6 شهور تقريبا. الطفل اللي اتولد من غير أب ده أرضعته كذا مرضعة، أولهم طبعا أمه، تاني واحدة هي المرضعة اللي أرضعت حمزة بن عبد المطلب عمه. اتعرض بعد كده على كذا مرضعة، وفي منهم اللي ما وافقش بيه بسبب يتمه، وفي منهم اللي هو ما تقبلش منهم الرضاعة، لحد ما جت حليمة بنت أبي ذؤيب أو حليمة السعدية، وكانت كل 6 شهور بتوديه لأمه لحد ما تم 2 سنين. بعد الفطام المفروض يرجع لأمه خلاص. حاولت حليمة السعدية إقناع أمه إنها تخليه معاها، وأقنعتها بكده بسبب الوباء اللي كان منتشر ساعتها في مكة، وكانت شايفة هي وجوزها كده بركة في الولد ده، ووافقت فعلا آمنة وهي أم الطفل ده. تعالى لي بقى في التقيل. في رواية لمسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أي جمعه وضم بعضه إلى بعض، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. وقال أنس: قد كنت أرى ذلك المخيط في صدره. وده تقريبا وهو في عمر 4 أو 5 سنين. بعد الموقف ده خافت حليمة السعدية جدا، وقررت إن هي ترجعه الأم. آمنة كانت خدت ابنها ده وهو عنده 6 سنين وحماها أو جد الولد ده عبد المطلب، وراحت عند إخواتها أو خلان الطفل ده، وقعدت عندهم تقريبا شهر. وهي راجعة أصابها الوباء اللي اتكلمنا عنه من شوية، وماتت في الطريق. والطفل ده يزيد يتم على يتمه، بدل ما كان يتيم أب بقى يتيم أب وأم. خدوا جده عبد المطلب يكفله، وكفله فعلا لمدة 2 سنين، ووصى ابنه أبو طالب يكفل ابن أخوه. وبعد ما مات عبد المطلب فعلا أبو طالب يكفل ابن أخوه، لدرجة إنه كان بيفضله على أولاده. كبر الطفل ده شوية وبقى عنده 9 سنين، وهو صغير كان اشتغل في الرعي في بيت بني سعد مع المرضعة، واشتغل وهو عنده 9 سنين في التجارة مع عمه. كبر الطفل ده ودخل مرحلة الشباب، مع ان كان المنتشر ساعتها عن الشباب في مكة ان هم يلهوا ويلعبوا ويعبثوا، الا ان الشاب ده كان بيشتغل ومش متكاسل. كان طول النهار بيرعى الغنم، وبالليل يروح يتأمل في الكون. واحدة من أشراف مكة وأغناهم اسمها خديجة بنت خويلد، كانت بتشغل ناس معاها، ولما سمعت عن الشاب ده وعن شهرته باسم الصادق الأمين قررت تشغله معاها، وهتديله مقابل كده أعلى أجر بتديه لكل التجار اللي بيشتغلوا معاها. وافق وخد بضاعتها وراح على الشام هو وغلامها ميسرة. ولما وصلوا باعوا بضاعتهم واشتروا البضاعة اللي كان المفروض يشتروها عشان يرجعوا بيها مكة. ولما عرفت خديجة بالربح اللي جابه الشاب ده، واللي هو ضعف الربح اللي كان بيجي من قافلة زي دي، انبهرت بيه جدا، لدرجة ان هي قررت ان هي تضاعف أجره اللي هو كان أعلى أجر أصلا. ميسرة غلامها كلمها عن صفات الشاب ده وأخلاقه العالية اللي كان بيتعامل بيها هناك، كلمها عن كرمه وصدقه وسماحته، وشافت في فلوسها بركة ما شافتهاش قبل كده. وكلمت صاحبتها نفيسة ان هي عايزة تتجوز الشاب ده. بعد تجارة عملها الشاب ده في سوق البصرة، راحت نفيسة مستخبية كده، واللي بعتها خديجة طبعا عرضت على الشاب ده الجواز من خديجة، ووافق. وساعتها كان عنده 25 سنة، وخديجة بنت خويلد كان عندها 40 سنة، وبقت أول زوجة ليه. وكانت عندها عبد اسمه زيد بن حارثة، كان اشتراه حكيم بن حزام لعمته، يعني حكيم ده ابن أخو خديجة بنت خويلد. وخديجة بعد الجواز من الشاب ده وهبت زيد بن حارثة للشاب ده. مرة زيد بن حارثة ده شافه واحد من قبيلته الأصلية، وراح عرف أهله، وأهله راحوا للسيدة خديجة عشان ياخدوا ابنهم ويرجعوا. وساعتها الشاب ده قال لزيد بن حارثة: اختار، يا تروح مع أهلك يا تفضل معايا. وهو اختار القرار الصح اللي عرف انه صح بعدين، وانه فضل مع الشاب ده. خلف محمد وخديجة 6 عيال: القاسم، زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة، وعبد الله، بنفس الترتيب كده. قلنا ان الشاب ده كان بيحب يتأمل في الكون كتير، وكان من ضمن الاماكن اللي بيحب انه يختلي فيها بنفسه ويقعد يتأمل في الكون هو غار حراء. الشاب ده كبر ومبقاش شاب، بقى في سن 40. وفي مرة وهو في غار حراء ده لقى نور نازل من السماء قدامه وبيقول له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.
في مصادر بتقول انه بعد الموقف ده فقد وعيه، وبعد ما فاق راح جري على بيت زوجته وهو ضربات قلبه سريعه، ودخل بيته وقال زملوني زملوني، يعني غطوني، فغطوه وسابوه لحد ما هدي، وسالوه بعد كده ايه اللي حصل، فحكى لزوجته، فزوجته خدته وراحوا ابن عمها، وده كان نصراني في الجاهليه، وقالت له يا ابن عم اسمع من ابن اخيك، فقال له يا ابن اخي ماذا ترى؟ شفت ايه؟ حكى له ساعتها عن اللي شافه، وقال له انما هو الناموس الذي نزل على موسى، اي جبريل عليه السلام، وعرفه ان هو هيبقى نبي ورسول للامه دي، وقال له فيما معناه ان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا، لكنه مات وما لحقش يشوف اليوم ده. بدأ الوحي جبريل عليه السلام ينزل ويعرف بطل قصتنا انه ما بقاش اي شخص، وبقى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. خلينا ننهي هنا كجزء اول، لسه الحلقات قدامنا كتير والقصه طويله، وخصوصا اني عايز احكيها بالتفاصيل. عبر لي عن مدى اعجابك او عدم اعجابك بالفيديو ده من الزرارين اللي تحت، واعمل شير لحد ممكن يهتم بنفس الموضوع، واعمل سبسكرايب عشان تشوف الاجزاء الجايه، وخد لك لفه في القناه يمكن تطلع بحاجه تفيدك. سلام. في حاجات ممكن لسه تزيد بعد ما اعملها، يعني مثلا ممكن نبدا قبل البعثه، ده انا متاكد خلاص ان شاء الله مش هيزيد في حاجه، فاهم؟ انما مثلا يعني بعد البعثه لا، يعني ممكن واحنا بنحضر تلاقي في مثلا ايه حاجه انا كنت ناسيها، فلما جيت اقارن اشوفها هي في انهي زمن او بعد حدث ايه او قبل حدث ايه، الاقي هي قبل حدث ممكن اكون حكيته ويكون نزل كمان. دي مشكله اصلا بتاع دي، ان هو لازم يتحضر كله وبعد كده يبدا يتصور، فانا هصور لحد مثلا قبل البعثه ده خلاص الحمد لله ايه ما فيهوش حاجه تاني.